في ناس غريبة قررت تعيش بعين مفتوحة ومخ مقفول، بتبقى عينيهم شايفة الحقيقة بس عقولهم رافضة تعترف بيها. بيصدقوا اللي بيزيف ويدلس ويكذب أكتر ما بيصدقوا عينيهم. يسيبوا اللي بيقتل ويدمر واللي بيدعم بالسلاح والمال قدامهم بشكل معلن وما بيجيبوش سيرته، لكن أول ما يشوفوا حد بيحاول يمد إيده بالمساعدة أو يقدم حلول يتهموه بالتقصير ويحاولوا يهاجموه ويشوهوا صورته. فكروني بالظبط لما بتبقى في خناقة وواكل علقة موت فتسيب اللي بيضربك وتمسك في اللي كان بيحوش. دول مين يعني؟ دول حبايبك يا حويط اللي شغالين ليل نهار بيهاجموا مصر ويتهموها ظلما وعدوانا انها مش واقفة مع اهالي غزة. طب ما هو لو مصر فتحت المعبر كل القصة دي هتخلص. بالظبط يا حويط. تعال بقى نبدأ الحلقة ونشوف القصة دي. انا لؤي الخطيب ودي حلقة جديدة من انحياز. عارف يا لؤي، انتوا لو فتحتوا لنا المعبر اقسم لك بالله كل ده هيتحل. عارف يا حويط كل ده هيتحل امتى بجد؟ امتى يا ترى؟ لما تشغل انت وامثالك مخكوا شوية، لما تعدوا المعلومات على عقولكم الأول وتفكروا إن ربنا مانن علينا بحاجة اسمها ضمير المفروض يعني نستخدمها. اقعد انت لف ودور وغلوش على موضوع فتح معبر رفح ده. بص يا حويط، أنا هتكلم معاك على إنك ماشي بشهادة معاملة أطفال في جيبك وهبسط لك الموضوع يمكن تفهمني. يا ريت والله، ما عنديش مشكلة. حلو. عارف ملعب كرة القدم؟ بشوفه على اون سبورت. حلو قوي. هنفترض إن الملعب ده هو المعبر والجون اللي هنا ده باب المعبر اللي يخص مصر، وهو بالمناسبة مفتوح ما اتقفلش ولا يوم. لو حضرتك انت وامثالك المناضلين يا حويط دخلتوا من الباب ده هتوصلوا عند الجون التاني، صح كده؟ لا، هنعدي على نص الملعب الأول. صح يا دقيق يا مركز انت. هتعدوا على نص الملعب الأول وبعدها هتوصلوا للجون التاني اللي هو البوابة التانية اللي تخص إسرائيل حاليا، لأن إسرائيل هي اللي مسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح. لما بقى توصلوا عندها بالمساعدات هتعملوا إيه؟ نوصل بس وبعدين نشوف. لا، ما هو انت لو وصلت الحقيقة مش هتشوف حاجة. انت متخيل انهم هيقعدوا معاك مثلا ويفتحوا العلب والكراتين ويشوفوا انت داخل بايه؟ اصلا مش زيارة سجن يعني. لو وصلت للجون التاني او للباب التاني من المعبر اللي هو تحت سيطرة اسرائيل زي ما قلت لك هيحصل مشهد فوضوي عبثي. لما يحصل بقى نبقى نشوف وقتها، بس نبقى عملنا اللي علينا. بالظبط كده. ده اللي حبايبك عايزينه، هم واللي بيحركوهم. إن كان عليهم هم مش عاوزين غير إن الحق يتحقق والعدل يتطبق. يا سيدي تعال بقى أنا أوريك الحق والعدل من وجهة نظر حبايبك. الله الله، كلام عبري وأعلام إسرائيلية في الخلفية، حاجة يعني في منتهى التطبيع اللي في الدنيا. بالظبط كده، عندك حق. بس قبل ما تتسرع يا حويط، ما سألتش نفسك مين دول أصلا؟ مش عاوز أسأل ولا قادر أبص، ربنا يعافينا. طب من غير ما تسأل يا حويط أنا هقولك، دول حبايبك من الإخوان عاملين مظاهرات قدام السفارة المصرية. رجالة وبياخدوا موقف على طول بالسرعة دي؟ هم بياخدوا فعلا، بس بياخدوا فين؟ يا جدع أنت اتقي الله ونقي كلامك. فيا حويط أنت ليه بتظلمني؟ أنا قصدي بياخدوا موقف، بس بياخدوه فين؟ يعني بياخدوا موقف في أنهي مكان؟ أنا هقولك بقى، قدام السفارة المصرية في تل أبيب في إسرائيل. إفيه بقى ونضحك وكده ها؟ الإفيه يا حويط إن ده مش إفيه، دي الحقيقة اللي حصلت، مع العلم إن السفير المصري مش موجود في السفارة أصلا من زمان، من سنة 23. أقول لك على قدها، هما كان بينهم وبين مكتب نتنياهو ووزارة الدفاع الإسرائيلية حوالي 3 دقايق مشي، بس إخوانك قرروا يقفوا قدام السفارة المصرية عشان الجو طراوة هناك طبعا. أصل قبل ما تقولي أصل وفصل، وقبل ما سمعك حبايبك علقوا قالوا إيه، تعال أعرفك على أهم شخصية كانت في المظاهرة دي. أكثر من مليوني إنسان وقد أتى ذلك إلى موت الكثير. هذه رسالتنا لأهل مصر، هذه رسالتنا للأزهر الشريف، وهذه رسالتنا لكل مصر بينهم بالملايين. ده
الشيخ رائد صلاح، شيخ ورئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، فرع الإخوان هناك يعني، وإسرائيل دي أرض محتلة بالمناسبة، لكن الشيخ رائد عايش جوه إسرائيل ومبسوط وآخر منجه، وقرر إنه ما يرفعش صوته في وش نتنياهو ولا الحكومة ولا الجيش الإسرائيلي على مدار السنتين اللي فاتوا. يعني الإسرائيليين كانوا وما زالوا بيطلعوا كل يوم يتظاهروا ضد نتنياهو علشان يوقف الحرب لأنها مش عجباهم، لكن رائد بقى قال لك لا، أنا مش هتظاهر ضد إسرائيل ولا ضد نتنياهو، أنا هتظاهر ضد مصر. الشيخ رائد ده رائد فعلا، رائد في النضال والدفاع عن الأرض من زمان. فعلا يا حويط، والصورة دي أكبر دليل على كلامك. هو فعلا مناضل من زمان، وهنا كان بيناضل مع إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي سابقا، ويوسي بيلين عضو الكنيست سنة 1999. أكيد كانوا بيناضلوا في الموساد، نضال يعني. بالراحة بقى كده، تعالوا نتخيل السيناريو. الراجل المناضل الثوري ده هو واصحابه المناضلين الثوريين الإخوان راحوا للحكومة الإسرائيلية، قالوا لهم سلام عليكم، قالوا لهم وعليكم الشلوم. قام الإخوان قايلين لهم احنا محتاجين تصريح لمظاهرة. قالوا له ليه يا رقودة، احنا ضايقناك في حاجة؟ ده احنا حيالله محتلينكم بس. قال لهم لا، انا كرائد مبسوط، انتوا ناس فلة، انا بس عاوز اتظاهر ضد مصر علشان مش راضية تفتح المعبر ومعطلة دخول الشاحنات. عارف قالوا له ايه يا حويط؟ ايه؟ قالوا له ده انت لقطة يا رائد. عندك حق، ما هو ده الكلام اللي بيقوله نتنياهو بنكفير للعالم كله ومحدش مقتنع. أوروبا والمنظمات الدولية بتكذبنا وبتقول لنا إن مصر فاتحة المعبر وإن إحنا اللي قافلينه من عندنا. بس أنت يا رائد راجل محترم بتقول الحقيقة من وجهة نظر نتنياهو، فبرافو عليك، إحنا في ظهرك، انطلق ويد نتنياهو تحميك. هو ايه العبث اللي بتقوله ده؟ هو فعلا عبث. المشهد ده كله بصراحة يستاهل أوسكار أعبث مشهد درامي في 2025، لكن المصيبة إنه للأسف حصل في الحقيقة. اكيد في حاجة انت مش فاهمها. المهم تكون انت فاهمها. عموما ما تستعجلش يا حويط، في واحد تاني برضو مناضل قوي، حابب اعرفك عليه، بس شوف الفيديو ده. أهل غزة ومنع دخول الحليب والماء والغذاء إلى الأطفال، إلى النساء، إلى الشيوخ، ما كان ليحصل هذا. ده بقى الشيخ كمال الخطيب، اللي هو يعتبر نائب رئيس الحركة الإسلامية فرع الإخوان في إسرائيل. ربنا يعزه وينصره. انت بعد اللي بيعملوه ده لسه بتدعي لهم؟ طب ما علينا، يعني دول رافعين أعلام إسرائيلية قدام سفارة مصر، يعني هم كده والمحتلين راسين لا مؤاخذة في كاب. عموما تعال بقى أسمعك آراء حبايبك في اللي حصل. عندك مثلا هيثم أبو خليل نزل بوست كتب فيه حاجة غريبة جدا، قال لك إنه الزياط حول مشاركة إسلاميين في التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب من إعلام السامسونج قد يبدو مفهوما، لأنه بلغة ولاد الناس رمتني بدائها وانسلت، وبلغة الحوارتجية العيبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. الإسلاميون يا عم السامسونجي، والكلام لسه لهيثم أبو خليل، يسطرون بطولات رغم خيانة 57 دولة عربية وإسلامية. ده الكلام اللي قاله هيثم أبو خليل، وبغض النظر عن العبث اللي انتوا سمعتوه ده، بس الحقيقة هو قال حكمة خالدة معبرة جدا عن المشاهد اللي شفناها. العيبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. ده بصراحة عنوان مظاهرة الإخوان قدام السفارة المصرية في تل أبيب، والعيبة هنا هي المتهمة الأساسية في موضوع غلق المعبر، نتنياهو واللي بيدافعوا عنه، اللي هم مين؟ أيوة الإخوان. المطاريد ونتنياهو إيد واحدة. أنا برضو شايفه موقف بطولي إنهم يعملوا مظاهرة في تل أبيب. صح، كان فعلا هيبقى موقف بطولي، بس لو المظاهرة اتعملت ضد نتنياهو. لو عملت مظاهرة وقلت لنتنياهو افتح المعبر اللي مقفول من ناحيتك، تمام، او قلت له حتى افتح بقية المعابر اللي انت بتسيطر عليها بشكل كامل، برضو تمام. لكن حبايبك يا حويط اعلنوها بوضوح قدام العالم كله، نتنياهو بريء من تجويع اهل غزة واحنا بندعمه، لكن مصر هي المسؤولة. المواقف اتوحدت، أو هو الموقف أصلا واحد. ما هو خلاص اللعب بقى على المكشوف. ما هو لو وعشان اللعب بقى على المكشوف خرج خليل الحية وحرض ضد مصر
وفي نفس الوقت لجنة الطوارئ المركزية في غزة اللي هي برضو تبع حركة حماس الإرهابية تطلع علينا ببيان مفاجئ بيطالب مصر بفتح المعبر. ده غير إن الحركة بتشكك في أرقام المساعدات اللي مصر دخلتها، رغم إن السادة المسؤولين في اللجنة دي وفي الحركة موجودين جوه القطاع وشافوا وبيشوفوا بعينيهم المساعدات وهي بتدخل من مصر. وبعد كده نلاقي تنظيم الإخوان الإرهابي بيدعو لمظاهرات قدام كل السفارات المصرية على مستوى العالم. طب يا جماعة حطوا اسم دولتين كمان جنب مصر، يعني اضحكوا علينا عشان تبيعوا لنا الحكاية، ده انتوا مباشرين قوي. وبعد كده يجي الماستر سين، مظاهرة تل أبيب. طب هل في حد عاقل ممكن يقول إن اللي حصل ده كله صدفة؟ صدفة ولا مش صدفة؟ ما هو لو انتوا بتبعتوا مساعدات زي الناس ما كانش حصل كل ده. يعني ايه زي الناس؟ يعني تبعتوها من معبر رفح مش من معبر كرم ابو سالم. ايوه عارفه الكلام ده كلام ناصر. يعني انت قافل رفح برضه، ما هو مساعدات وداخله على منطقه محتلها اسرائيل، ومع ذلك ما رحتش برضه على رفح، رحت على كرم ابو سالم او المعبر الثاني. طب وليه رفح لا؟ وده سؤال منطقي. لما انت دخلت كده مساعدات في منطقه مسيطره عليها اسرائيل، ليه عبر معبر كرم ابو سالم؟ ليه مش في رفح؟ ليه ما دخلتش من رفح؟ ايوه بقى ليه رفح لا؟ طيب مبدئيا هنحط قاعده كده من الاول عشان ما تعبش معاك يا حويط، رغم ان احنا قلنا من شويه، بس معلش نكرر تاني. معبر رفح ليه جانبين، جانب في رفح المصريه وده مفتوح ما اتقفلش، وجانب في رفح الفلسطينيه ده اتقفل بعد سيطره اسرائيل عليه. واضحه كده؟ رحت على كرم ابو سالم او المعبر الثاني. طب وليه رفح لا؟ وده سؤال منطقي. مش هتكلم. مالك يا حويط بتضحك على ايه؟ عشان عارف ان ما عندكش اجابه. قلت لك قبل كده لا عاش ولا كان من المطاريد اللي يخلينا مش عارفين نرد عليه. بس المدلس الاكبر بيقول ليه معبر كرم ابو سالم مش معبر رفح؟ والحقيقه اجابه السؤال ده قلناها وهنقولها تاني وتالت طول الحلقة. طالما اللي قدامك مش فاهم أو مش عايز يفهم يبقى احنا عندنا مشكلة ولازم نفضل نكرر. تالت بقول معبر رفح مفتوح من عندنا، ومن وقت سيطرة الجانب الإسرائيلي على المعبر في رفح الفلسطينية وتدميره كل المساعدات اللي بتدخل من كرم أبو سالم. فدي يا ناصر مش حاجة جديدة، يعني انت بس اللي مش لاقي حاجة تشطشط بيها الحلقة فبتلوش. وبعدين بدل ما تسأل ليه كرم أبو سالم مش رفح، ما الأولى تتكلم عن المساعدات اللي ودخلت في هدوء من غير كلام كتير. اتفضل يا بيه. قبل وقع دخول عدد من الشحنات المحملة بالطحين إلى جنوب قطاع غزة، مساعدات المصرية. ده لؤي ده انت ليك نار لوحدك يا لؤي، من غير استعراض، من غير زعيق. لا يا راجل، ده عملوا فيلم يا لؤي. خلي بالك بقى لؤي، هيبقى ليك نار VIP. هو الجو نار فعلا اليومين دول، احنا يعني عندنا مشكلة كبيرة، بس كويس في تكييف. لا يا عم ما يقصدش الكلام ده، يقصد نار جهنم. يا سلام يا حويط، يعني هو انا مش فاهم؟ يعني ما انا اكيد فاهم، بس انا مش مستغرب. ما هو الشيخ ناصر واضح انه شايف التنسيق من عنده، يعني عارف النتيجة من بدري. وعموما ده كلام أقل كتير قوي من إن أنا أرد عليه. في صغائر ما ينفعش إنك تنزل لمستواها، والأفضل إنك تسيبها للآخرة. بس عموما طالما أنت مصمم فأنا هقول لك جملة بس: حب الوطن والدفاع عنه مش جريمة ولا ذنب هنخاف أو نتنصل منه. اللي المفروض يقلق الخاين أو المدلس أو المحرض أو الإرهابي، بين قوسين تقدر تقول من يسعون في الأرض فسادا. خلاص يا لؤي انت كبرت الموضوع قوي، جاوب بقى على أستاذ ناصر. أجاوب على إيه يا ابني؟ ما دي حقيقة. مصر أكتر دولة بتدعم القضية الفلسطينية، مصر أكتر دولة بتدعم غزة بشهادة أهل غزة نفسهم، أكتر دولة اتكلمت وخطبت العالم كله عن رفض التهجير في كل مناسبة دولية، أو لقاء رئاسي، أو لقاء لرئيس الوزراء، أو لقاء لوزير الخارجية، أو لقاء للقيادات الدينية. مصر مشاركة في المفاوضات بكل قوتها وبتبذل جهود جبارة علشان وقف إطلاق النار. كل ده بيحصل كل يوم وبدون أي استعراض أو جعجعة فارغة. والاستعراض حاجة وإنك تعلن عن الجهود دي حاجة تانية ولازم تحصل. الدعوات تتزايد لمحاصرة السفارات المصرية والأردنية يوم السبت، جمعة كسر الحصار غدا بعد غد 25 يوليو بعد صلاة الجمعة مباشرة. يا جماهير أمتنا العربية والإسلامية نستنفركم للمشاركة الواسعة
لنجعل صوتنا عاليا، لنعلي صوتنا عاليا في وجه الجوع والحصار وتصاعد حرب التجويع والإبادة التي تستهدف أهلنا في غزة. تحركوا لأجل غزة. هو ده الصح، ولازم السيناريو ده يتكرر تاني مرة و2 و10 لغاية ما العالم كله يعرف الحقيقة ويعرف مين اللي هفارض الحصار على اخواتنا. طب اشمعنى مصر والأردن يا حويط؟ عشان دول اللي فارضين الحصار. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا هكمل معاك للآخر، فارضينه إزاي؟ يعني مصر فرضت الحصار إزاي؟ فرضته طبعا، أنا كل ما أسأل حد يقول لي فرضته، يعني قافلة المعبر. طب عدوا معايا كده، دي المرة الرابعة تقريبا ولا الخامسة في الحلقة دي اللي بقول لك فيها يا حويط إن المعبر مفتوح من الجانب المصري وما اتقفلش، وإن إسرائيل اللي قافلاه من الجانب الفلسطيني. فقول لي بقى مصر فرض الحصار إزاي؟ وقت ما بيحصل أي اتفاق للهدنة، مصر كدولة ومؤسسات مجتمع مدني بتتحرك فورا وبأقصى سرعة عشان تدخل أكبر قدر من المساعدات. مصر دخلت تقريبا 80% من المساعدات اللي وصلت لغزة طول 20 شهر اللي فاتوا من قوت المصريين. إيه بقى يا جماعة؟ يعني إيه بجد يعني؟ الحسابات بتاعت اللجان الإلكترونية احتفالا بأن مصر دخلت 165 شاحنة إلى غزة. 166 شاحنة 166 شاحنة مش 155. استنى بس نتأكد من الرقم. شاحنة تفرق. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. 166 شاحنة أدخلتها مصر إلى غزة. احتفالات قوية جدا على أعلى مستوى بذلك الخبر. الحقيقة لم يؤكده أي مصدر، لو كانت أنباء عالمية ولا نص عالمية ولا قنوات تلفزيونية. معلش أنا عندي خبر وحش ليك، يعني هي الشاحنات دي وغيرها دخلوا فعلا ومتصورين. الهلال الأحمر المصري مثلا أطلق 7 قوافل من قوافل زاد العزة خلال الأيام اللي فاتت دي، غير قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كل يوم الساعة 6 الصبح في عشرات الشاحنات بتعدي من المعبر، والشاحنات دي بتبقى شايلة مواد غذائية ومستلزمات طبية واحتياجات كتير أهل غزة محتاجينها. وبالمناسبة الهلال الأحمر قال حاجة مهمة هتعجبكم في نفس البيان. قال إيه يعني؟ قال يا سيدي إنه بيتواجد على الحدود من وقت بدء الأزمة، وإن معبر رفح ما اتقفلش نهائيا. دي بقى الخامسة ولا الستة اللي تتقالك المعلومة دي يا حويط، يعني لعل التكرار يعلم الحويط. معادي، ما الهلال الأحمر تابع للنظام، هيقول إيه؟ لا تعليق. يعني إيه؟ لا تعليق، ركز واسمع حبايبك. أنا مش عايز أفاجئك وأقول لك إن إسرائيل تل أبيب امبارح كان فيها مسيرة اسمها مسيرة الطحين. الناس نازلة فيها وشايلة صور وشايلة يافطات وشايلة شكاير أو شوية دقيق، كأنها شوية دقيق، بتطالب بوقف الحرب، بتندد بالمجاعة في غزة، بتقول قتل الناس بالجوع عار. فين؟ مش في القاهرة ولا في دمشق ولا في بيروت ولا في بغداد ولا في الجزائر ولا في أي عاصمة عربية. تبا للخزي والعار. لا هو حصل يا أبو سمرة، حصل مظاهرات في القاهرة من وقت ما الحرب بدأت على غزة. حصلت في القاهرة وحصلت عند المعبر وحصلت في يوم عيد الفطر، وانت وحبايبك والواد حويط كنتوا معترضين ومش عاجبكم خالص المظاهرات دي وكنتوا بتتريقوا. انتوا مش بتحبوا المظاهرات غير لما تكون معمولة في تل أبيب ورفع علم إسرائيل وضد السفارة المصرية. عندك لواء إسرائيلي، اللواء الإسرائيلي قال لك إيه؟ قال لك إن المصريين طلب مننا نقفل معبر رفح. طب إيه ده؟ هو أنت هتصدق لواء إسرائيلي؟ هقول لك أنا لا بصدقه ولا بكذبه. إنما هو اتكلم عن مصر كدولة. مصر كدولة كان نظام مطالبة إنها تطلع تقول له حصل، لا ما حصلش. أنا لا بصدقه ولا بكذبه. أنا بعرض عليكم لواء إسرائيلي وهو بيقول لكم إن مصر طلبت بإغلاق معبر رفح. يا باشا صباح الفل، ولا حد بيرد ولا حد هيرد، واظن كده هتبقى الاجابه واضحه زي الشمس. دي لا مؤاخذه خيبتك اللي واضحه زي الشمس يا حويط. عموما هو قال محدش رد، طب خد الرد. ولكن انا خلال الاسابيع اللي فاتت ديت وجدت ان في شكل من اشكال، يعني انا اسف اقول افلاس، يعني في افلاس في الموضوع، ويتقال ان المعبر والمساعدات ما بتخش عشان مصر بتقوم بتمنع ده كلام يعني حاجه غريبه جدا.
حاجة غريبة جدا، المعبر لم يقفل وتم تدميره 4 مرات أثناء الحرب الأخيرة ديت، 4 مرات، وإحنا نقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة تانية، لغاية لما وصلت القوات الإسرائيلية موجودة على الجانب الآخر من المنفذ. المنفذ ده معبر في جزء منه بوابته على الحدود المصرية، الأراضي المصرية يعني، والجزء الثاني داخل الأراضي الفلسطينية. المعبر كان ممكن يدخل مساعدات طول ما فيش على الجانب الآخر قوات إسرائيلية متمركزة على الجزء الخاص بالجانب الفلسطيني. هي دي القضية. ولما بنتكلم وبنبذل جهد مع الشركاء زي ما قلت مرة قبل كده، مع شركائنا في قطر أو في الولايات المتحدة الأمريكية، كان الهدف منه ببساطة شديدة جدا إيقاف الحرب، إدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن. الدور ما انتهاش، لكن النهاردة وأنا بكلمكم كده وخلال شهور طويلة مضت، في أكتر من 5000 شاحنة موجودين دلوقتي على الأراضي المصرية. وأرجو من وسائل الإعلام بتاعتنا من فضلكم غطوا ده بزيادة عن اللي احنا فيه. 5000 شاحنة موجودة عشان محملة بالمساعدات، سواء من جانب مصر أو من جانب دول أخرى بتساهم في هذا الأمر. مع الوضع في الاعتبار إن أنا بقول لكم ليكم كلكم إن أكتر من 70% من المساعدات التي يتم تقديمها للقطاع خلال ال 20-21 شهر دول كانت بتقدمها مصر. وده مش دي القضية دلوقتي. القضية دلوقتي إن احنا ندخل أكبر حجم من المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين، لأن احنا شايفين إن في إبادة ممنهجة في القطاع، في إبادة ممنهجة للقطاع لتصفية القضية. وبالتالي احنا ناديت قبل كده، وكان ندائي للعالم كله وللأوروبيين، وكان ندائي أيضا للرئيس ترامب، وبكرره مرة تانية، وكل مرة هكرر هذا النداء حتى تقف هذه الحرب ويتم إدخال المساعدات إلى القطاع. قبل الحرب كان بيدخل من مصر 600 ل 700 شاحنة محملة بالأغذية والمواد المطلوبة لإعاشة ل2 مليون تقريبا و3 من الفلسطينيين. تصوروا أن يتم تقليل هذه الكمية لدرجة الصفر على مدى ال21 شهر اللي فاتوا. هو الوضع اللي انتم شايفينه في القطاع دلوقتي هو ناجم عن كده، بس مش ناجم على ان مصر تخلت عن دورها في ادخال المساعدات او بتشارك في حصار القطاع. ده امر خطير جدا ومهم جدا ان انتم تعرفوا ان مش الناس في مصر بس، في العالم كله. عشان كده بقول ده افلاس، ده افلاس من اللي هم بيدعوا هذه الادعاءات علينا. نحن مستعدين ندخل قد الكميات اللي موجودة دي مرات ومرات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني، وبندعو إلى وقف الحرب مرة واثنين وثلاثة، وبنبذل كل جهدنا وسنستمر في هذا الإجراء. يا رب يكون عجبك الرد يا حويط انت والاخ التاني. عجبتني ولا ما عجبتنيش مش هتفرق، في الاخر النتيجة واحدة، محدش بيدعم اخواتنا، الدولة مش عايزة تدعم، عشان كده الناس نفسها عملت الصح، قرروا يقيموا الحجة عليكم كلكم يا لؤي، وبدأوا يرموا أزايز مية فيها رز ومكرونة في البحر عشان الموج يوديها لأهلنا. وتفتكر الأزايز هتوصل لأهلنا فعلا ولا كده هنبقى بنغذي السمك بالكشري؟ حتى لو ما وصلتش مش مهم، المهم نبقى أقمنا الحجة. طيب إيه رأيك يعني لو كل اللي عايزين يرموا الأزايز زيك كده وهم عارفين إن نعمة ربنا دي هتضيع في البحر، إيه رأيك إن هم يروحوا للهلال الأحمر أو أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ويتبرعوا ويبقوا عملوا فعلا دور فعال هيوصل بجد لأهل غزة؟ بس عموما هي دي مشكلتكم دايما، انتوا تحبوا تسيبوا الأدوار الفعالة اللي بتجيب نتيجة فعلا وتروحوا للقطات اللي بيجيلكم بيها أوردر عشان المخطط يكمل، يعني زي كده. الشاب الذي لا يعرفه والله ولكنه أقام الحجة على الجميع إنك بعمل صغير جدا جدا تستطيع أن توجع جدا جدا جدا. أنس حبيب زي ما دعاء استضافته معاكم راح قفل السفارة المصرية في هولندا، وتبعه بعد ذلك سيل بقى النهارده السفارة المصرية في النرويج
وفنلندا والراجل اللي حصل في كندا. بطل والله يا ابني، بطل، راجل من ظهر راجل. طيب حد يقول يا جماعة أنس ليه حط القفل على باب السفارة المصرية في هولندا؟ حد يعرفني يعني. بس يعني ايه ليه؟ يا عم أنا بسأل، حد يجاوبني. أنس قول لي أنت إيه اللي عملته النهاردة وإيه الفكرة وإيه الرسالة اللي كنت عايز توصلها؟ والله الموضوع بدأ امبارح بالليل حرفيا. أنا كنت يعني زي أي حد ماسك التليفون عمال بيسكرول، شاف اللي بيحصل وعمال قلبه بيوجعه، بيدعي، بيقاطع، بيكتب، بينشر. بس يعني اللي انا شايفه انه او اللي انا حسيته انا يعني بالنسبه لي انا ان ده مش عمره ما هيكون كفايه. يعني دمعت بصراحه. ما انت عبيط يا حويت، هنعمل لك ايه؟ يعني انت يا انس زعلان من الجرائم البشعه اللي بتحصل ضد اهلنا في غزه، فانت بقى لما شفت المشاهد دي زعلت وانفعلت وقمت رايح على السفاره المصريه. هي اسرائيل ملهاش سفاره ولا ايه يعني في هولندا؟ انا عايز افهم يعني، ولا يمكن معكش اللوكيشن فنبعته لك؟ سفسطه بقى على الفاضي. سفسطه؟ ده انتوا اللي اخترعتوا السفسطه يا حويت، وبعدين انت جبتها منين دي اصلا؟ عموما انا هسمع الرد من الواد انس نفسه. هو ايه اللي واد؟ ده بطل. هسمع الرد من الواد انس. مهم ان احنا نقف عند السفاره الاسرائيليه، المهم ان احنا نقف عندها مثلا ونعبر ونقول لا وقفوا اللي بيحصل ده. لا عندك حق فعلا، وايه دخل اسرائيل بالموضوع؟ شوفوا رغم عبثيه الحوار ده الا انه كاشف جدا. الواد انس بيقول هل الوقوف عند السفاره الاسرائيليه شيء مهم؟ وليه مش مهم بقى يا عبقري زمانك؟ مش ده الطرف المجرم اللي انت المفروض تبقى عايز تشاور للعالم كله عليه؟ مش ده اصلا الطرف اللي بسببه المساعدات مش بتوصل، واساسا هو الطرف اللي بسببه اهل غزة بقوا محتاجين مساعدات؟ ولا اسمه منزلش في الاوردر اللي جالك؟ الغريب ان الاوردر ده ما فيهوش اي دولة تانية غير مصر فعلا، يعني لا دولة عربية ولا اوروبية، مصر وبس. والله انا شايفه بطل وعارف هو بيعمل ايه كويس. لا في دي اتفق معاك، هو فعلا عارف بيعمل ايه كويس. البلاغ ده ما جاش منه واحد بس، ده جا منه 5 بنفس الصيغه والسرديه. عشان كده احنا بنعتقد ان في ممكن يكون خطر او تهديدات عليه، عشان كده احنا جينا لك علشان نساعدك. ثم قالت لي بعدها بالنص اللي بيحصل ده كله معناه الوحيد ان هم توجعوا وتاذوا بشده. ده الواد انس وهو بيفتخر ان الشرطه الهولنديه بتدعمه، وقالت له ان احنا بنحميك لو في اي تهديدات ضدك. وزي ما بيقول دول متبنيين موقفه كمان، واحنا مش مستغربين ولا متفاجئين ولا حتى زعلانين، لان الواد انس اثبت لنا بكل هدوء وذكاء صحه اللي بنقوله. اكيد هيدعموك يا انس علشان انت ما زعلتش حد، انت ما زعلتش اسرائيل ولا اللي بيدعموها، بالعكس انت سوري بتعمدك وتنفيذك لتوجيهاتهم بتغسلهم من التهمة قدام العالم كله. وبعدين احنا هنستغرب ليه؟ هو الاوردر كده رائد وشلته يطلعوا على سفارة مصر في تل أبيب، والواد أنس وأمثاله من العيال التافهين يروحوا عند سفارات مصر في هولندا وغيرها، ولما يتفاجئوا من رد فعل الشعب المصري يحاولوا يلملموا أوراقهم. فأنس يقول لك أنا حاولت أروح عند السفارة الإسرائيلية بس معرفتش أوصل للباب. والله قال كده. اسأل مرشدك اللي بيديك الأوردر ياض على الواتساب وهو هيقول لك العنوان. مش هتفرق، الراجل وصل رسالته، وانتوا بقى لو عندكم رسالة حاولوا توصلوها. احنا عندنا رسالة عظيمة الحقيقة، كنت شايلها لك للآخر، رسالة أتمنى ان انت وأمثالك واللي بيحركوكم تقروها كويس وتقروا اللي ما بين سطورها كمان. أنا بس عايز أقول لكل من بيسمعنا، أنا شايف إن التاريخ هيتوقف كثيرا جدا وهيحاسب ويحاكم ناس كثيرين جدا ودول كثيرة على موقفها من هذه الحرب. التاريخ هيقف كده، والضمير الإنساني مش هيفضل صامت بالطريقة ديت. ستظل مصر دوما بوابة لدخول المساعدات وليست بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني. ده كان موقفنا في 8 أكتوبر و9 أكتوبر وبعد كده، وما زال موقفنا. نحن موقفنا واضح، نحن مستعدين لإدخال المساعدات في كل وقت، ولكن غير مستعدين لاستقبال أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم. مصر ستظل بوابة لعبور المساعدات وليس بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني، هي دي الخلاصة. قطاع غزة بيربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ، منهم منفذ رفح والبقية المنافذ مع إسرائيل. منفذ رفح لم يتم غلقه
مش من أثناء الحرب فقط، حتى من قبل كده. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا خلال السنين اللي فاتت، خلال 20 سنة تقريبا، كان دور مصر هي محاولة لعدم اشتعال الموقف في قطاع غزة، وكان دورنا دايما بيحاول تهدئة أي اقتتال محتمل في القطاع، بين القطاع وبين إسرائيل، لأن احنا كان عندنا تقدير أن أي اقتتال هيكون تأثيره مدمر على القطاع بشكل أو بآخر. خدت بالك يا حويط؟ الرئيس السيسي بيقول إن في 5 معابر متصلة بقطاع غزة، من ضمنهم رفح وكرم أبو سالم. يعني إيه؟ مش فاهم. ما أنت مش هتفهم فعلا، بس الناس اللي بتفهم هتسأل السؤال المنطقي. لما إسرائيل تكون مسيطرة على المعابر دي كلها وعلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وبرضه المساعدات مش بتدخل، يبقى مين اللي محاصر واللي مجوع؟ عارف المشكلة فين يا حويط؟ المشكلة إن إحنا أصلاً مضطرين نقول كلام زي ده، مضطرين نكرر الكلام عن مسؤولية إسرائيل عن الحصار والتجويع وتبرئة مصر. هي لو دي مش خيانة إخوانية وتضييع عمدي للحقيقة، تبقى إيه الخيانة؟ في نهاية كلمتي أنا عايز أقول وأوجه نداء عام لكل دول العالم، لدول الاتحاد الأوروبي، للولايات المتحدة الأمريكية، لأشقائنا في المنطقة العربية، إن احنا نبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه الأزمة. وهنا هوجه نداء خاص للرئيس ترامب، لأن أنا تقديري له الشخصي بإمكانياته بمكانته هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة. وعشان كده أنا بوجه نداء خاص لي لفخامة الرئيس ترامب، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب. نفس النداء ده وجهه الرئيس السيسي برضه في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفيتنامي. ليه؟ عشان العالم يتحمل مسؤوليته، وتحديدا الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية اللي تأثيرها وسيطرتها واضحين ومعروفين على إسرائيل. ماشي، حلو الكلام ده. فين بقى اللي مصر هتقدمه؟ المفروض دلوقتي بقى ان انا اتعصب عليك واقول لك يا حويط انت لسه بتسأل نفس السؤال، بس الحقيقة انا قررت استحمل غبائك وهقول لك على حاجة مهمة كده ولطيفة. العالم كله شايف مجهود مصر من 48، مش من دلوقتي ومش من بعد 7 أكتوبر بس، لكن مهما مصر عملت انت وحبايبك مش هتبقوا منصفين ابدا، لان اصلا دوركم الاساسي هو تشويه اي مجهود بتبذله البلد دي، سواء بخصوص القضية الفلسطينية أو غيرها. فلو مصر عملت مظاهرات هتسخروا منها، ولو ما عملتش هتقولوا دول حتى ما عملوش مظاهرة. ولو إسرائيل أعلنت نيتها تهجير أهالي غزة هتقولوا ده مخطط مع مصر، وشقق الإسكان والمدن الجديدة معمولين علشان يستقبلوهم. ولو مصر وقيادتها رفضوا التهجير قدام العالم كله بدل المرة 20 هتقولوا مش عايزين يفتحوا المعبر وهيموتوا أهلنا في غزة. لو مصر تفاوضت عشان وقف إطلاق النار وعشان إدخال المساعدات هتقولوا لقطة وكلام فاضي. ولو في أي اتفاق تم هترحبوا بدور كل الأطراف اللي شاركت فيه ما عدا مصر. لو رئيس فرنسا زار مصر وفخامة الرئيس السيسي اصطحبوا للعريش علشان يشوف بنفسه أوضاع المصابين من أهلنا هتتريقوا وتقولوا لقطة ولا ليها لازمة. ولما الرئيس الفرنسي يعلن اعتزامه الاعتراف بفلسطين بمجرد ما يرجع من القاهرة هتقولوا كلام وخلاص وحلنا. ولما يعلن تاني إنه خلاص فرنسا هتعترف بفلسطين هتقولوا إيه علاقة مصر؟ الخلاصة مهما البلد دي عملت المطاريد عمرهم ما هيعترفوا، لأن دورهم أصلاً اللي بيقبضوا عليه إنهم يشوهوا أي حاجة مصر بتعملها ويشتغلوا على بث الأكاذيب ويقولوا أي حاجة تغلوش على الحقيقة علشان يضحكوا على العيال الخايبة اللي زي حويط. برضو بتحشرني في أي كلام. استنى بس، أنا عايز أسمعك حاجة أخيرة. عرفتوا دلوقتي إن سقوط النظام ده أسهل ما يكون؟ عرفتوا إزاي تأثيركم في الخارج قوي جدا؟ سقوط النظام، المشكلة إنكم عبط وبتدبوا. الجملة اللي قالها الواد أنس دي برضو كاشفة، هو ده هدفه الحقيقي. هو راح حط القفل على السفارة ظنا منه إن ده طريق تحقيق الهدف ده. خصومته مع الدولة المصرية وخصومة رائد صلاح وكمال الخطيب واللي كانوا واقفين معاهم في تل أبيب علشان يشتموا مصر برضو مع الدولة المصرية. هدفهم اللي بقى باين زي الشمس هو إسقاط مصر. لكن الحمد لله الميزة اللي فيهم واللي لازم نشكرهم جدا عليها
إنهم أذكياء قوي. المشهدين اللي بنتكلم عنهم سواء مشهد المظاهرة بتاعت إسرائيل أو حركة الواد أنس حبيب اتقابلوا بهجوم وسخرية عنيفة من جموع الشعب المصري. ولو عندك شك إن ده شغل إخواني ممنهج فممكن تشوف يحيى موسى وهو بيحرض على حصار السفارات المصرية ومعاه حركة ميدان اللي هو أسسها كبديل لحركة حسم اللي اتكشفت. اللطيف إيه بقى؟ إن يحيى موسى كتب الكلمتين دول يوم 20 يوليو قبل يوم واحد بس من نمرة أنس حبيب اللي عملها عند السفارة، رغم إن أنس بيقولك إنه كان قاعد لوحده كده بيعمل حاجات منتل في دماغه وهوب جات له الفكرة اللي يحيى موسى بالصدفة كان كاتبها قبلها بيوم. وبعدهم دخلت صفحة تكنوقراط مصر وأحمد عبد العزيز الإخوانجي، وكل دول بيخدموا على نفس الفكرة، وطبعا صفحة راست وأحمد منصور الشهير بطبازة. لو لسه عندك شك إن كل ده مترتب يبقى في مشكلة أنا مش هعرف أحلها. وفي النهاية عايز أفكرك مفيش حاجة اسمها حياد، الكل منحاز لقناعاته وبيدافع عنها بكل قوته، وأنا منحاز لبلدي ومصلحتها، ومن حقي أنا وكل اللي زيي نعبر عن قناعاتنا بالعقل والمنطق والمعلومة. أشوفكم الحلقة الجاية.